عمرك حسيت إن عندك أحلام كبيرة لكن مفيش طاقة تحققها؟ بتقول لنفسك هعملها بكرة، لكن بكرة عمره ما بيجي. نفسك تعمل حاجات عظيمة لكن حتى البداية بتكون صعبة. بتفكر في قراية كتاب، تحسن لياقتك أو حتى تتعلم مهارة جديدة، لكن بدل كده بتقضي وقتك في الموبايل أو تتفرج على التلفزيون. اهلا بيك في بنت مميز، المكان اللي تعرف فيه حاجه عن كل حاجه. انا جورجي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تكسر الكسل وتبدا تحقق اهدافك، وخليك معايا لاخر الفيديو عشان في مفاجاه مهمه هتفيدك جدا. حضر مشروبك اللي انت بتحبه ويلا بينا ناخد جرعه من المعرفه. المشكلة مش إنك كسول للأبد، لكن لأن المهام بتحسها كبيرة وصعبة. لما حاجة تبان مستحيلة مخك بيقول خلينا نعمل حاجة أسهل، لكن الخبر الحلو تقدر تغير ده. الكسل مش جزء منك، ده مجرد عادة، والعادات بتتغير. فكر في عدد المرات اللي حسيت فيها إنك مش قادر تبدأ لأن الهدف كان ضخم. عايز توفر فلوس لكن فكرة تقلل من مصاريفك مرهقة. عايز جسمك يبقى أحلى وصحي أكتر، لكن إنك تروح الجيم كل يوم شكله مجهد. الموضوع مش إنك مش مهتم، لكن مخك متبرمج إنه يهرب من الألم ويدور على الراحة. لكن تقدر تسبق مخك وتخليه يشتغل لصالحك. ودول 3 خطوات بسيطة علشان تبطل الكسل وتبدأ تحقق أهدافك. الخطوة الأولى، خليها صغيرة. المهام الكبيرة مخيفة، خليها صغيرة. لو عايز تقرا كتاب ما تفكرش في ال 300 صفحة، اقرا صفحة واحدة بس النهاردة. الخطوات الصغيرة أسهل وبتحسسك بالإنجاز، زي تسلق جبل، مفيش قفزة للقمة، في خطوات واحدة ورا التانية. مثال تاني، لو عايز تتعلم مهارة جديدة ما تحاولش تتعلم المهارة كاملة في يوم، ابدأ بالأساسيات الأول. الجهود الصغيرة دي مع الوقت بتتحول لإنجازات كبيرة. المفتاح هنا إنك تركز على التقدم مش الكمال. الخطوة التانية، انشئ روتين بسيط. ما تعتمدش على الإرادة لأنها بتخلق، بدل كده اعمل روتين بيخليك تشتغل تلقائيا. مثلا لو عايز تتمرن حط الحاجات تحت الجيم جنب السرير، بحيث لما تصحى يكون من السهل إنك تبدأ. الروتين زي العجلات المساعدة، بتخلي الأمور سهلة لحد ما تبقى طبيعية بالنسبة لك. جرب تبدأ بروتين صغير زي كتابة قائمة مهامك كل يوم قبل ما تنام، أو تشرب كوباية مية أول ما تصحى من النوم. الحاجات البسيطة دي بتخلق النظام يساعدك تتحرك لقدام. الخطوة الثالثة، استخدم قاعدة الدقيقتين. أسهل حاجة هي البداية، فأوعد نفسك إنك تشتغل على حاجة لمدة دقيقتين بس. عايز تقرا كتاب اقرا أول صفحة، عايز ترتب أوضتك ابدأ بركن واحد. أول ما تبدأ هتلاقي إنك عايز تكمل تلقائيا، زي الكرة اللي بتنزل من فوق التلة. أول دفعة بتكون صعبة لكن بعد كده بتنطلق لوحدها. نصيحة إضافية، كافئ نفسك على البداية. بعد ما تشتغل دقيقتين احتفل بطريقة صغيرة كل حاجة انت بتحبها، او خد بريك قصير. المكافآت بتخلي البداية ممتعة وبتحمسك تكررها. الحقيقة اللي لازم تعرفها، كل الناجحين بدأوا من الصفر. الناس اللي ناجحة دلوقتي كلهم واجهوا صعوبات لكنهم كملوا. ما تستناش تكون مثالي، كفاية انك تبدأ. فكر في احلامك كأنها نار صغيرة، وكل خطوة بتاخدها هي مثابة حطب بتحطها للنار. استمر ومع الوقت هتكون شعلة قوية. افتكر ان الفشل مش عكس النجاح، الفشل جزء من الرحلة. الاهم انك تقوم تاني وتكمل. ولو وصلت لحد هنا فانت من الناس القليله اللي عايزه تغير حياتها. فدي المفاجاه اللي قلت لك عليها. احنا عاملين قناه واتساب اسمها نقطه تحول، هتوصلك عليها نصايح يوميه وافكار بسيطه وكلام يخليك دايما متحمس تكمل في طريقها. اشترك فيها من الرابط اللي في الوصف، مستنيك هناك. باختصار، لو عندك طموح بس بتحس انك كسلان اعمل الطرق دي. 1. خلي المهمة صغيرة وسهلة. 2. انشئ روتين يساعدك. 3. ابدأ ببدايتين بس، ما تستناش اللحظة المثالية. ابدأ دلوقتي وخد خطوة صغيرة النهاردة. احلامك مستنياك، روح حققها. المهم مش انك تبقى مثالي، المهم انك تستمر. الجهود الصغيرة لو اتكررت بتعمل تغيرات ضخمة، بس الاستمرار مش هيحصل من غير خطوة البداية. فابدأ دلوقتي. ولو شايف ان الفيديو افادك شاركه مع حد ممكن يستفيد منه، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة كنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هنا على القناة. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.